نبض راحت تطمن على شمس، ولما دخلت الأوضة بتاعت شمس اتصدمت لما لقيتها واقعة على الأرض ومغمى عليها. جريت عليها بسرعة. شمس، في ايه؟ شمس افتحي عينك، شمس انت كويسة؟ يا صقر، صقر. صقر سمع صوت نبض وهي عمالة تنادي عليه وراح لها بسرعة ودخل جري واتصدم. ايه ده؟ في ايه اللي بيحصل هنا؟ نبض، شمس مالها؟ معرفش يا صقر، دخلت عليها لقيتها مرمية على الأرض كده، مش عارفة هي مالها. ازاي؟ وراح شال شمس وحطها على السرير، ونزل صقر بسرعة علشان ينادي نادر، وطلع نادر مع صقر وبدأ يكشف على شمس، وكانت شمس بدأت تفوق. في ايه؟ والرؤية توضح قدامها وتشوف الاتنين واقفين قدامها. هو في ايه؟ وبصت لصقر اللي كان في وشها. انت عملت اي مجهود يا شمس؟ لا يا دكتور، انا لسه صاحية اصلا وقمت، واول ما قمت حسيت ان الدنيا كلها بتلف بيا وما حسيتش بنفسي. شمس، المفروض ما يكونش في اي مجهود خالص، حملك صعب ومحتاج راحة، ويا ريت الايام دي ترتاحي اكتر لان ممكن الطفل ينزل. ايه؟ لا بعد الشر، انا هكون معاها اكتر الايام دي ومفيش حاجه وحشه هتحصل. ان شاء الله يا نبض، ان شاء الله. ونزل نادر ونبض قعدت جنب شمس. بلاش تتعبي نفسك لانك هتكوني بتضري نفسك واللي في بطنك يا شمس. تمام. وكانت عينيها على صقر، وصقر كان ملاحظ ده بس كان متضايق قوي من شمس ومن تفكيرها فيه بالشكل ده. انا رايح اوضتي يا نبض. خرج صقر بسرعه وهي عينيها عليه. شمس، قللي نزولك وطلوعك على السلم شويه لو سمحتي. افضل محبوسه يعني في الاوضه؟ ما طبيعي اتخنق واكون محتاجه اغير جو وانزل اشم هوا حتى. دي كمان ممنوعه؟ ما قلتش ممنوعه، بقولك قللي. انت سمعتي بنفسك الكلام بتاع الدكتور نادر. تمام يا نبض. نازله اجهز لك الفطار. ماشي. ونزلت نبض على تحت ودخلت المطبخ وبدات تجهز صينيه الاكل لشمس، وطلعت لها. ايه ده؟ شيلي ده من قدامي بسرعه. في ايه يا شمس؟ لا لا، مش قادره اشوف الاكل ده. وقامت بسرعه وهي ماسكه بطنها ودخلت تجري على التواليت، وخرجت شمس وما كانتش طايقه الاكل ولا ريحته. اعملي لي حاجه تانية. طيب اعمل لك ايه؟ مش عارفه. طيب هشوف. خدت الاكل ونزلت على تحت وبدات تجهز لها حاجه تانية، وكانت عماله تجهز. يا رب تيجي بسرعه بقى يا حبيبي، علشان خلاص امك تعبانه ومش قادره تستحمل اكتر من كده. اللي بيحصل عمره ما كان عادل ابدا. وجهزت وطلعت لشمس. عملت لك حاجه تانية اهو، ان شاء الله تعجبك. وجت تاكل حطت ايديها على بطنها. شيلي من قدامي بسرعه. ده كمان؟ مش طايقه حاجه، شيلي من قدامي، مش قادره. خلاص خلاص. طيب قوليلي نفسك في ايه؟ نفسك رايحه لايه؟ ما هو لازم تاكلي. معرفش، نفسي مش جايه في حاجه معينه. طب اعملك ايه دلوقتي؟ مش عارفه. نزلت نبضة على تحت وهي مخنوقة من اللي بيحصل ومضطرة تستحمل أفعال شمس معاها بالشكل ده، وراحت رجعت جهزت لها حاجة تانية، وكل ما تطلع لها بحاجة تتنمرد على الأكل. وكانت تعبت نبض وشاف صقر نزول نبض وطلعها بالشكل ده واتضايق علشانها. انت عملت كده في نفسك يا نبض، وانا نصحتك كتير وللأسف عمرك ما سمعتي مني. وراح خرج من القصر كله وهو متضايق ومش عاجبه الوضع خالص، وكان عمال يفكر ومش عارف هيعمل ايه، لحد ما راح على الشركة وفضل يشوف شغله ويلهي نفسه قوي. ونبض كانت تعبت من شمس وتمرد شمس على كل حاجة، وأسيل لسه خايفة لا ياخدوا منها نوح، وكانت واقفة قدام نوح وعمالة تبص عليه بخوف. وقرب منها جاسر. أسيل. أيوة يا جاسر. وبعدين معاكي، قلتلك ما تخافيش وبلاش تشيلي هم حاجة. ليه خايفة قوي كده؟ ده ابني أنا وأنا موجود، إزاي ياخدوا مني يعني؟ بقيت خايفة قوي، كل ما افتح عيني خايف لا يجوا ياخدوا مني ولا حاجة. لا ما تخافيش من حاجة يا أسيل، ما اقدرش اشوفك كده. حاضر. وقعدوا يبصوا على نوح وهو بيلعب. انا بحبه قوي يا جاسر. عارف يا عيون جاسر، ومقدر حبك الكبير ده لابني ومبسوط بيه قوي كمان. وخدها وراح على اوضته وفضل يتكلم معاها علشان يخليها تهدى وتبطل تفكير في الموضوع ده. وبالليل صقر جه وقرب من نبض. وحشتني قوي الشويه اللي غبت عنك فيهم دول، وانت كمان يا حبيبي وحشتني قوي برضه. وراحت حضنته. انت كده كده على طول وحشني، انت اكتر بكتير. وكانوا مبسوطين قوي لحد ما رنت شمس جرس اوضتها وعلشان نبض تجيلها، وبعدت عن حضن صقر. اكيد محتاجه مني حاجه. نبض. ارجوك يا صقر سيبني وبلاش كلام، اديك سمعت نفسك كلام دكتور نادر. وخرجت نبض بسرعه وصقر اتعصب منها وكان متضايق ومخنوق. ماشي يا نبض. وراح دخل ياخد شاور وخرج لبس وقعد مستني نبض علشان تيجي. وعند شمس. انا كنت عايزه رز بلبن، نفسي راحت له فجاه كده الصراحه يا نبض. دلوقتي؟ في مانع؟ لا ابدا مفيش. ونزلت نبض على تحت وكانت الداده نامت. حرام اصحيها. وقفت نبض في المطبخ وبدات تعمل، وصار كان مستني نبض تطلع وهي ما جاتش كل ده. هي فين؟ مش عايزه اروح لها عند شمس. فضل مستني كده وما جاتش وراح نام مكانه. ونبض عملت وطلعت لشمس. اتفضلي يا الف هنا، حطيه عندك. كليه. هاكله بس مش دلوقتي. تمام، هو عندك اهو وعلاجك جنبك وكل حاجه ممكن تحتاجي لها. عايزه مني حاجه؟ لا ميرسي، تصبحي على خير، وانت من اهل الخير. وخرجت نبض وقعدت شمس تضحك، ونبض دخلت لقيت صقر نايم. صقر انت نمت؟ واتضايقت ان هو نايم، غطيته كويس وراحت دخلت التراس وفضلت واقفه كده تبص على السما، وكانت عينيها مليانه دموع. حتى لو مش عارفه اقول ايه، انت حاسس بيا يا رب وعارف انا عايزه اقول ايه. وفضلت واقفه كده كتير وراحت بعد كده نامت جنب صقر. ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعايزهم من غير اي احداث تانية. وتاني يوم نروح عند ماهر.
آسر رجع من بره ودخل، وكان ماهر قاعد في الريسبشن، وكان هو داخل ومش قادر يسند طوله. قام وقف وهو متعصب. يا اخي حرام عليك بقى، انت بتعمل كده ليه في نفسك وفي اللي حواليك؟ امتى هتكون راجل يعتمد عليه؟ ها بابا لو سمحت، انا عامل دماغ حلو قوي، مش عايز الدماغ دي تروح مني، ومش عايز افوق. انت من ساعه اللي حصل وانت بتعمل في نفسك كده، خلاص كفايه. وسكته آسر قبل ابوه ما يكمل كلامه. اوعى تكمل، مش عايز اسمع اي حاجه خالص، وعايز افطر كده مش واعي، وكل ما فوق هرجع اشرب علشان انسى. مش عايز افوق خالص. لا انت لازم تفوق من اللي انت فيه ده، حرام عليك، هتضيع نفسك وعمرك. ما تقلقش يا بابا، هو ضاع كده كده. انت هتفوق من اللي انت فيه. لا مش هفوق. وراح ابوه شده. سيبني يا بابا. خده ودخل بيه على التواليت. بابا سيبني، بتعمل ايه؟ ابعد عني، ومش عايز افوق. فتح على ابنه الميه. اوعى بقولك مش عايز افوق، عايز افضل كده زي ما انا، حرام عليك. فضل ماسكه ومخليه تحت الميه. هتفوق وهتخرج من اللي انت فيه ده، انت فاهم؟ لا. صحيت امه على صوته ودخلت لهم بسرعه. في ايه؟ كالعاده ابنك راجع وهو مش شايف من القرف اللي بيشربه، هو لازم يفوق. خليه يسيبني يا ماما. عاجبك نفسك كده وانت مهزوز ومش قادر تسند طولك كده؟ وشده وخرج بيه من التواليت. انت لازم تبطل اللي بتعمله ده، حرام نفسك. انت فاكر يعني لما تخلينا فوق دلوقتي انك كده هتمنعني ارجع اشرب تاني؟ وراح جاب ازازه وبدا يشرب، وماهر اتجنن وراح خدها منه وفضها في التواليت. عندي كتير، هرميلك كله. هجيب غيرهم عادي جدا يا بابا. همنعك؟ عيل صغير انا بقى وانا معرفش عشان تمنعني وتقف في وشي يا بابا. انا كبرت ومحدش يقدر يمشي كلامه عليا اصلا. انا هعرف ومش هسيبك تضيع نفسك اكتر من كده. هاتيلي كل الازايز دي. حاضر يا ماهر. وبدأ ياخد كل الازايز دي وراح دلقهم، وآسر كان عمال يضحك بكل برود، وخد ازازه وكمل شرب كأن مفيش اي حاجه حصلت ولا كأنهم بيعملوا حاجه، وراح هو شدها منه. وراح آسر نام على السرير. خلاص كده، تصبحوا على خير. وراح نام، وماهر ضرب كف على كف بقلة حيلة، وكان حزين قوي من حال ابنه واللي وصله، وامه كانت حزينة وموجوعة هي كمان. خسرت بنتي، هخسر ايه تاني؟ ابني كده كتير. وخرجت تكن من الأوضة وهي بتعيط، وماهر كان حزين من كل اللي بيحصل، وخرج من عند آسر، وكان عمال يفكر ومش عارف يعمل ايه مع ابنه وازاي يخليه يرجع من اللي هو فيه ويرجع آسر القديم. قعد وهو مكسور وحزين قوي، وشمس طبعا كالعادة مستغلية نبضه وكل شوية تطلب منها حاجة تعملها لها. وبالليل صحى آسر وقام وهو مصدع، مش قادر من الصداع. قام وبدأ يشرب سيجارة وكان سرحان، ولقى نفسه عقله بدأ يفتكر حاجات في الماضي، وكان عمال يشرب علشان ينساها. وراح قام. لا مش هفكر. وبدأ يدور على ازازة ملقاش واتجنن. لا ما ينفعش. لبس بسرعة ونزل جري على عربيته، خد منها الازازة اللي كانت فيها وطلع بيها وبدأ يشرب، ودخل عليه ماهر. بتعمل ايه؟ وراح شدها منه. قلت لك لا. بابا لو سمحت، مش هتشرب وقلت لك لا. لا هشرب، سيبني ارجوك، مش قادرة افكر، مش عايزة افتكر اي حاجة، ارجوك بالله عليك سيبني. لازم تواجه. لا لا، مواجهة ايه؟ انا مش هقدر، هيجرالي حاجة، ارجوك سيبني. كفاية، حرام عليك نفسك. نفسي مش معايا من زمان قوي وانتوا عارفين ده كويس اصلا، يبقى ليه عايزين تتعبوني؟ هتبطل وتواجه وتنسى وتقف على رجلك؟ ارجوك، دماغي مش قادر، هات. لا. دماغي مش هقدر. مش هقدر افكر بس دلوقتي يا بابا. لا لا. وراح كسرهم. بابا ارجوك لا. وفضل حاطط ايده على دماغه. مش عايز افتكر، اديني، مش قادر افتكر، مش قادر. وقعد يعيط. انت عمرك ما هتفهم ولا هتحس بيا. وفضل يهز في دماغه، وهو خرج وسابه، وهو فضل يلف في الأوضة وما كانش قادر وعايز يلهي نفسه في أي حاجة، وهو ماشي وخبطت رجله في التسريحة وقع من عليها ألبوم الصور. لا مش ناقص ده كمان. مسك الألبوم وقفل عينه بحزن وقعد على أقرب حاجة، وفتحه أول ما شاف الصور بدأ ينهار. أنا السبب، أنا. وفضل يعيط زي الطفل الصغير، وراح وقف أبوه من ورا الباب وكان بيبص عليه وهو حزين قوي. آسف إني حطيته قدامك، بس عشان تقدر تتخطى. طول ما أنت مش قادر تواجه الماضي هتفضل واقف محلك سر. وقربت أمه. في إيه؟ لازم يتخطى الماضي، لازم. إيه ده؟ أنت طلعت له ألبوم الصور؟ أيوه. ليه كده؟ علشان يعدي الماضي. بصت على ابنها وهي حزينة، وقد إيه هو عامل زي الطفل الصغير وهو عمال يعيط. حضن الصور وفضل يعيط كده والحزن كان مسيطر عليه. قفل الألبوم بسرعة وقام خرج. مفيش خروج. لا هو ده مش هتقدر تمنعني منه. رايح تقابل شوية الصيع بتوعك. علشان بيخلوني أعيش في مود تاني خالص. لا يا آسر. لا مش أنا اللي حد يمنعني يا بابا. ومشي من قدامه، ركب عربيته وفضل سايق كده وعقله مش مبطل تفكير، وراح بسرعة ساق على الفيلا اللي فيها صحابه، ودخل وقعد وبدأ يشرب. وراحت قربت منه بنت. عيني عليك بقالي فترة. ايه، مش بتغير البنت اللي على طول بتطلع معاها؟ مش عايز تجرب أصناف جديدة؟ لا مش عايز. ليه؟ سيبيني في حالي. طب ما تشوف الجديد يمكن يعجبك عن القديم. مصممة يعني؟ جدا. وماله، نجرب الجديد. وقعدت تضحك. هو ده الكلام. خدها وطلعوا على فوق، وعند يامن وريان جاب لها اكل كتير قوي وراح قرب منها. يلا كلي. ايه كل ده؟ في وليمه هنا ولا عازم حد معانا؟ 2. فين دول؟ جواكي. يعني انت كده بتاكلي اكل ل3، يبقى ده معناه ايه؟ ايه؟ انك تاكلي ل3. نعم. ايوه يا روحي. بس يا حبيبي ربنا يهديك. لازم تاكلي كويس قوي. ده مش اكل، ده وليمه.
ما هو اكل ل3 افراد. بقولك ايه يا حبيبي؟ قول يا حبيبتي. طلقني. وماله بعد ما تاكل اتجوزك تالت؟ انت كمان بتسمع غلط يا استاذ. طبعا في الكلام ده بقى على نافوخي وعلى ودني ومش بسمع حاجه. لا والله. اه والله. مجنوني. نعم. بحبك. بعشقك. وكلت وشال الاكل من قدامها. انا مش مصدق نفسي ان انا معايا زوجه حلوه تجنن، وجاي لنا في الطريق طفلين، وهيكون عندي الاسره اللي حلمت بيها كتير. وانا كمان مبسوطه قوي، كان نفسي يكون عندي زوج بحبه ويحبني واولاد وعيله كبيره. واحنا مع بعض وانا عيلتي، انت احلى عيله. وكانوا مبسوطين قوي مع بعض، ومر اليوم عليهم بشكل طبيعي وعادي من غير اي احداث تانية. وفضل الوضع زي ما هو كده، وبعد مرور كذا يوم لحد ما جم عيله ماهر على مصر، ووصلوا مصر خلاص وراحوا على الفيلا بتاعتهم، وكانوا قاعدين سوا. خلاص كده بما اننا جينا مصر يبقى ناخد نوح منهم.